النهارده اوبو بتقدم لك موبايل بيقدم معالج قوي جدا وممتاز في السعر ده، ولكن هل بقى المواصفات كويسة ومناسبة ولا في الفاضي؟ خلينا نشوف. يا اهلا بكم متابعين ومشاهدين قناة موب بي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف اوبو A2X، هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي بتكون في نهاية الفيديو. واي حاجة محتاج تعرفها هنوضحها لك بالتفصيل، ولكن ضروري تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موب بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف تصميم الهاتف. تصميم الهاتف هنا من الحاجات المميزة في الهاتف ده. الصراحة ألوان مميزة وشكلها شيك كده، حتى شكل الكاميرات مميز وحلو. طبعا ده من وجهة نظري وهو وجهات نظر. خامة الهاتف بتيجي من البلاستيك. وخلونا بقى نشوف الشاشة. والشاشة هنا جايب حجم 6.56 بوصة بجودة HD بلس بدقة 1612 في 720 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل انش. والشاشة IPS LCD ومعدل تحديثها 90 هرتز، وسطوع الشاشة 720 نتس. بص الشاشة هنا تعتبر كويسة بسبب 90 هرتز، وهتاخد منها أداء يعتبر كويس، ولكنها هي مش الأفضل في السعر ده، لأنها كانت مفروض تكون بجودة أعلى من كده، بجودة Full HD بلس. يعني هي هتقدم أداء كويس لمجرد إنها 90 هرتز، فده هيمشي الدنيا، ولكن عموما هي مش الأفضل في السعر ده. الهاتف هنا جايب معالج ميدياتك ديمنسايتي 6020 اللي بيجي بدقة تصنيع 7 نانو، والمعالج ده بيعادل أداء معالج سناب دراجون 695. المعالج هنا الصراحة من أكتر الحاجات أو أكتر حاجة أصلا مميزة في الهاتف ده. معالج قوي جدا وهيقدم لك أداء كويس بالنسبة لسعر الهاتف. هيقدم لك أداء كويس جدا سواء بقى في استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج. المعالج حقيقي هنا كويس جدا. اوبو في الهاتف ده منزلاه بثلاث نسخ، واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام. والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. بالنسبة لكاميرات الهاتف فهو بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 13 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي العمل العزل. هو الصراحة الجهاز أنا معرفش الكاميرا الخلفية بتاعته التانية فين، يعني اللي هي 2 ميجا بكسل بتاعة العزل دي محطوطة فين بالظبط، لأن زي ما انتم شايفين في الصور كده مفيش، ولكن اوبو أعلنت على الموقع الرسمي إن هو باتنين كاميرا خلفية. الكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية، وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 5 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة جدا وهتاخد منها أداء كويس جدا مع المعالج الموفر للطاقة، ولكن عيبها إنها ما بتدعمش الشحن السريع، وده يعتبر عيب في السعر ده. الهاتف هيجي باندرويد 13، وللأسف ما بيدعمش NFC. والهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو، والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. الهاتف مقاوم للماء والغبار، والوان الجهاز هما الاسود والذهبي والبنفسجي، والجهاز هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف فالمعالج زي ما قلت من اكتر الحاجات المميزة في الهاتف ده، معالج قوي وكويس. البطارية هتاخد منها اداء كويس جدا. اما بالنسبة للعيوب فالشاشة كويسة زي ما قلت بسبب 90 هرتز، ولكنها مش الافضل في السعر ده. والهاتف ما بيدعمش الشحن السريع، ده يعتبر عيب في السعر ده. طيب بعد ما عرفنا كل حاجة وقبل ما نخش على المقارنة اللي بتكون في نهاية الفيديو، خلونا نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة
128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $150، السعر المتوقع في مصر 8000 جنيه، السعر المتوقع في السعودية 750 ريال. بس أنا مثلا لو أنا مش عاجبني الهاتف ده، إيه المنافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية أو في نفس سعره؟ عندنا هاتف انفينكس هوت 30 5G. الهاتف ده هو أقوى منافس لهاتف أوبو A2X. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة أحب أقول لك إن إحنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف انفينكس هوت 30 5G. لو أنت حابب تشوفها هتشوفها من الآي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. أول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا المعالج في الجهازين زي بعض، ميديا تك ديمنسايتي 6020، وهنا الاتنين زي بعض في الأداء. يعني أوبو بتيجي بشاشة IPS LCD بجودة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وانفينكس بتيجي بشاشة IPS LCD بجودة أعلى اللي هي Full HD+ ومعدل تحديث أعلى 120 هرتز. وهنا طبعا شاشة انفينكس تتفوق بجدارة في الجودة ومعدل التحديث. الاتنين بيجوا ببطارية 5000 ملي أمبير، وهنا الاتنين زي بعض. وأوبو ما بيدعمش الشحن السريع، ولكن انفينكس بيدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وهنا انفينكس تتفوق. طيب بعد كل حاجة أو بعد ما عرفنا كل حاجة، خلونا نعرف الفرق ما بينهم في الأسعار. بس خليك عارف إن سعر الجهازين أسعار إحنا متوقعينها، لأن الجهازين لسه ما نزلوش مصر. سعر أوبو المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8000 جنيه. سعر انفينكس المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 8000 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات أي هاتف والأسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الأجهزة وتعرف الجهاز الأفضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو عندك أي هاتف معين محتاج إن احنا نعمل له مراجعة، اكتب اسمه في التعليقات، وكمان مستني آراءك في هاتف أوبو A2X. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.